انا هو اللي حركت النادي ديال بوليزاريو في هولندا، وكانوا الهولنديين يكتبوا عليا في الصحافه سكوربيون العقرب. انا هو العقرب. جزء بسيط نسيته استاذ جزء بسيط نسيته. نسيت ان نبارك لشنقريحه بزواج ابنه من الرجل الفرنسي، ونبارك له بالحصول على الجنسيه الفرنسيه بعد اللي يخدم في الكوكايين وتطلق، هذا راه الثالث. هي الاصل وكل شيء مصطنع، الريست مصطنع. القبائل معروفه منذ التاريخ، كاين قبائل تما تاع الامازيغ، وكان عندهم ملكه وملك تاريخيا، هذا ما عندك ما تنكر فيه. من الجزائر كاسم وكبلد كبير بدات من هنا بدات من هنا، هذاك هو الطفل الانابيب. بحال انا معاك. فرنسا بحال داك الاطفال اللي كيزيدوا مثلا في الامريكان، ولا انتم بحال السياسي راه عايش في امريكا، ياسر كيكريو البطن ديال الام ويديروا فيه هذاك السبيرم باش تحمل. الجزائر فرنسا داروا فيها سبيرم وولدت. الاتراك اولا، الاتراك العكاوي، الاتراك هذوك خلاو من موراهم العبيد. لا هذوك خلاو من موراهم العبيد. ما كانوش يتزوجوا بعقد الزواج. نعم. كان الجيش الانكشاريه ديالهم مكون من اللقطاء. نعم. اللي جابوهم ببلغاريا وبتشيكوسلوفاكيا وسربيا ويوغوسلافيا وسربيا، وجابوهم من تركيا ومن سوريا، كلهم اللقطاء تربوا في الخيريه ودخلوهم للجيش. فلما كونوا ذاك باش يفهموا الناس الاتراك كي كانوا في اوروبا، كانوا زعما يلقاو عائله عندها 5 اولاد، الخامس هذاك يدوه. ماشي غير هذا، حتى دوك النساء اللي كيولدوا وما يبغيوش يخليو ذاك الولد، لان كانت حتى الاوروبيين الاوروبيين كان عندهم ديك الصرامه. الكاثوليك واليهود، الديانه اليهوديه لحد الان دوك المتدينين اليهود كذلك ما يبغوش الطفل لقيط. المسيحيين ما كانوش يبغوا الطفل لقيط، فاللي لقى شي حاجه كيدي هذاك الجيش يربيها. فلما كونوا الجيش الانكشاريه الذي يعتبر جيشا عرمرم بالنسبه للدوله العثمانيه، هذا الجيش الانكشاريه اعطاوه الصلاحيه الى دخل على شي بلاد بحال الجزائر، وبغى النساء والبنات يحملها تولد، وهذا الولد اللي غادي يزيد غادي يمشي عبد، والبنت من تكبر تمشي عبده تشتغل عند المماليك عند جيش الانكشاريه. وبطبيعه الحال خلاو تما الناس اللي ما يعرفوا لا باهم لا امهم، ومن جملتهم الى تبع مثلا شنقريحه راه باه قوري وهذا كما قلت لكم. وهذاك ذاك اللي في الصفحه الرياضيه سميتو حافظ الدراجي وليد شنقريحه، هذاك ولد شنقريحه هذاك بالمراه اللي كانت تخدم عنده في الدار نهار اللي كان سرجان. ذيك المراه اللي سقها مع واحد، هذاك حط القلم ديالو في دوايه، وذيك المراه زوجها بواحد اخر ودبر له الخدمه تما، ونهار اللي خذا الدراجي. لكن الوقت اللي يكبر سمعنا ولد شنقريحه تزوج بصديقه الفرنسي. واش حفيظ الدراجي هو اللي تزوج بصديقه الفرنسي ولا لا ولد شنقريحه لا واحد اخر ولد شنقريحه تزوج بفرنسي رجل. هي خذ الدراجي خذ الدراجي بباه. دابا ولد شنقريحه مزوج مع فرنسي راجل، ودارين بيناتهم حكومه تناوب. لا صحيح، يقول لك في الكومونتير ولا صحيح هذا الشيء. لا صحيحه. هو ماشي غير شوف، هو يتاجر مع الاخر لي بي دي، يتاجر مع العاهرات، عنده اوكار ديال الدعاره، يتاجر في الكوكايين. ولد عبد المجيد حاشاكم، ولا عبد المجيد شوشو عاود كذلك الكوكايين والتجاره في النساء في الهجره السريه، وطالبين الجنسيه فرنسيه.
وعارفين بلا مثلا الشنقريحه عنده راه قريب راه يدير ستوب العزريل، ما باقي له والو باش يحمي راسو، طالب الجنسيه فرنسيه. لا صحيح، هذا كلش صحيح كلش. ماشي شي حاجه، وما عندهمش النفس. راه لا من لا كتسمع لا انت، من كتسمع جزائري يقول لك اودي حنا عندنا النيف، انا ما عرفتش ذاك النيف اش كيشموا به. واش هذا اللي كيقول لك مثلا راه المغاربه كيبوسوا اليدين نتاع الملك، وهذاك راه بعدا يبوس اليد ديال الملك ديالو، وهذاك مغربي والاخر مغربي، ومن الاداب كيقول له انتم اللي عندكم النيف راكم صيفطوا بناتكم والنساء ديالكم يبوسوا ماكرون في الحناك، ردوه حمر بحال المطيشه. والفيزا وعيطوا الفيزا. اي، وكاين الرجال اللي شفناهم في التصاور يسلموا على اليد ديال ماكرون وديال فرنسوا هولوند. اذا فين هو هذا النيف؟ واش هذا النيف دايرينه غير باش يشموا به القرعين تاع الزيت خاويين، ولا باش يشموا به الريحه ديال لا دايرينه غير مع العدو الكلاسيكي. النيف كاين غير مع العدو الكلاسيكي، هذا ما كان. يا ودي الله يهديك، اش من العدو الكلاسيكي. راه كلاو الدقه في 63 وعاودوا لها في الحرب ديال امقاله، كلاو العصا وشنقريحه. باش هاد الحق ديال شنقريحه ماشي اللي دوز واحد 6 شهور في الحبس في المغرب، لا. الاخبار تشير خلال تلك الفتره الناس اللي عقلوه، الناس اللي كانوا عسكر في المغرب وفي الحرب ديال امقاله وعقلوا شنقريحه على الصور ديالو، لان لما بانوا الصور ديالو في فاش بدا هذا الفيسبوك وهذه المسائل، بداو بانوا التصاور ديال شنقريحه من كان صغير، من كان شاب، من كان يقول الوقت اللي شدوه المغاربه ماشي غير قضيه ديال الحبس، راه من شبه اباه ما ظلم. حتى ولده الا مشى تزوج مع راجل مع راجل راه شبه بواه. شنقريحه فيه الفاره نهار اللي كان في العسكر. الناس راهم ميتين بالضحك في لي كومونتير، راهم غير يضحكوا. شنقريحه هو هذاك. نهار كان طلق راسو، وكان يعتقد على انه الا فات فيه شي عسكري مغربي راه غادي يحاول عليه، ما يعذبوش، ما هذا، رغم ان المغرب ما عمرو عذب شي جزائري. ماشي بحال اللي كان السي عبد الله يحكي، عمرو المغرب السجناء ديالو مع اللي شدوهم تاع الجزائر، ولا حتى في المصريين بما فيهم حسني مبارك كيشهد على انه نهار اللي تشد في المغرب عومل معامله اسير، والجزائريين. ولكن هذيك مؤكده، ولكن هذاك خبر مؤكد تاع حسني مبارك. كاين اللي يقول لك ربما صحيح ربما ماشي صحيح. لا شوف، احنا شوف 1963 دابا الطائره المصريه كانت صبغت شويه باش ما يبانش ذاك العلام ديال مصر، صبغت شويه. وفاش غادي ينزل حسني مبارك هو حسب راه نزل في الاراضي الجزائريه، هو بالغلط نزل في التراب المغربي، وراه ماشي الجنرال اوفقير اللي شدوه فلاحه. الفلاحه هما اللي عقلوا التيار على انها ماشي مغربيه، وهذوك من ديك اللهجه عارفينهم بالله هذوك مصريين، وكان في اخبارهم على ان المصريين تاع جمال عبد الناصر راهم يعاونوا الجزائر. فشدوهم وخبروا القائد نتاع ديك المنطقه، ووصل الخبر عند الجنرال اوفقير، جا تما بالهليكوبتر وداوها للرباط. وكان ذاك الوقت ضابط في الطيران العسكري كيقول لما مشى الحسن الثاني للمؤتمر العربي دا معه 2 طائرات، وحده راكب فيها هو وغادي، ووحده مركب فيها الاسرى المصريين وعلى راسهم حسني مبارك. وهذه المسائل راه شار لها محمد حسنين هيكل في الكتب ديالو. ماشي دابا المغاربه يطلقوا هذه الدعايه، راه كاين في كتب ديال حسنين هيكل كيفاش شد. لا انا ما قلتش لانه فيه حتى فيه شريط انا تفرجته، كان يقول لك يعني معلومه غير ما كاش اللي عارف يعني شوف صحيحه ولا مش صحيحه.
لا, لا هي صحيحة ما فيهاش 100%. قصة حقيقية. لأن حتى حسني مبارك راه نهار اللي رجع رئيس راه حقد شوية على المغرب. ما بغاتش يدخلوا للراس على ان لو كان شدوا عسكر غادي يدخلوا للراس. المشكل انهم شدوه غير فلاحه. فلاح لا علاقه له بالجيش ولا بالاسلحه ولا كيقول. لان المغربي كما كان المغربي. انا اللي راني كنتكلم معاك انا دوزت 7 سنين ديال السجن في الحركه السياسيه ديالي و18 سنه ديال المنفى. ولكن هذا ما يعنيش انني كنت ضد الوطن. انا هو اللي حركت النادي ديال البوليزاريو في هولندا، وكانوا الهولنديين يكتبوا عليا في الصحافه سكوربيون العقرب. انا هو العقرب. ما نعرفهاش انا الحكايه هذه. لا دابا هذه وقعت في 1984 لو 1 جونفي، الوقت اللي كان الشعب الهولندي يحتفل براس السنه الميلاديه. كانت 31 ديسمبر. طلع معنا منير السمير، طلع معنا منير واحد الدقيقه. منير الطويل كاين في الكاس ما على باليش ولا كاين. اسنا نشوف. وي ماشي طالب اطلب منير، اطلب بالكاس، اعمل طالب، لانه ما نشوفش اعمل طالب واكتب اكتب لي باللي كيعمل طالب. كمل سيل هكا وكمل حكايه. 31 ديسمبر 1983 على 12 قل دقيقه كنت كبيت 12 لتر ديال ليسانس ما بين الكروني والريسوسي. والدار الدار اللي كانت فيها الجمعيه ديال البوليزاريو مبنيه بالخشب، ولكن كان انستالاسيون ديال ليسانس ديال الغاز ديال الدار. والوقت اللي شعلت انا ليسانس انفجر ذاك الغاز وتحرقت مره واحده. وبذلك نقول منتصف الليل اللي غادي يصبح 1984 تم حرقت انا النادي ديال البوليزاريو ومات فيه واحد هولندي من اصل سورينامي. وانا نفس الشخص هذا العبد الضعيف اللي قدامك انا اللي صيفط مع لبناني وفلسطيني 3 تاع الشاحنات ديال السلاح للبوسنه والهرسك 1995. ولكن فيما يتعلق بالوطن كما كان المغربي كان في سجون العدو أو كان في المنفى أو كان معارضا في المغرب أو كان مواليا للدولة في المغرب. ربما أننا نتخاصم مع بعضنا البعض في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية، لكن حينما يتعلق الأمر بالوطن والوطنية والحدود الترابية والجغرافية هنا المغربي إلى جانب الآخر يصبح شعبا واحدا ورجلا واحدا. وبالنسبة لنا ليست هناك أي محاسبة مع الملك ولا مع الحكومة، لأن هذا الوطن ديالنا. أوكي. بالنسبة فيما يتعلق بالمملكة أنا أعتقد أن جميع المكونات ديال الشعب المغربي هي عبارة بحال الضلوعة اللي عندنا في لاكاج توراسيك. لاكاج توراسيك ديالنا بالضلوعة ديالنا مشدودين عندنا هنا اللورب بلا كولون فيرتيبرال العمود الفقري. وهذه المكونات للشعب المغربي كانوا أمازيغ، كانوا شلوح، كانوا بربر، كانوا عرب، كانوا من أصل إفريقي، من أي جهة كانت. هذو هما الضلوع. والملكية هي العمود الفقري. احنا ما يمكنناش نهرسوا العمود الفقري باش نشتوا المغرب، بل يجب الحفاظ على العمود الفقري. هذو خصهم يفهموها في الجزائر مزيان. ودولة اللي عندها 14 قرن ديال المملكة ماشي بحال دولة باقي ما دارت سن الرشد.
ولكن سلعكاوي ماشي الجزائر هي، مش الجزائر هي اللي راهي تعمل في كل هذا، وهي اللي راهي تخطط، وهي مش الجزائر، احنا نعرف ذلك. فرنسا ايه ايه اي، ولكن وشنو هي الجزائر وشنو هي فرنسا؟ كلاب الجزائريين هما كلاب فرنسا. باري 18 راها في باربيس، وهذاك دوزيام باربيس. اكزاكت، هذيك هي. ايوا احنا ما يمكنش. والشعب الجزائري راه يخلص، الشعب راه يخلص ويقول لك تحيات. الشعب الجزائري خلص العصام على الاستعمار الفرنسي، خلص مع حرب تاع 63، خلص دفع ولادو للحرب تاع مقاله. الشعب الجزائري خلص 10 سنين ديال العشريه السوداء. الشعب الجزائري لا زال يؤدي ثمن والفاتوره لحد الساعه. ويقول لك تحية تبون وتحية شنقريها باش يمكن لك. لا شوف، هما 40 جنرال شنقريحه وبحال علي بابا وال40 حرامي. علي بابا لي 40 فولور. هادوك ولاد فرنسا راهم يحميوا المصالح ديال فرنسا، ولا يمكن للجزائر أن تستقل استقلالا تاما إلا بعد القضاء على هؤلاء الجنرالات وأتباعهم. نعم. واش انت راه شوف مخزني ديال المغرب إلا لقيتو مع كيقول له يساوي 10 تاع الجنرالات ديال الجزائر. ياسر 10 تاع الجنرالات. ياسر هو يساوي كاع الجنرالات هذوك تاع الجزائر كلهم طلعوا المؤسسة العسكرية. ياسر هو يساوي كاع الجنرالات هذوك. شوف هما هاد 40 فولور اللي كاينه تما مع علي بابا نتاع عبد المجيد حشاكم ولا عبد المجيد شوتشو. هذا 40 ما يمكن لهمش يخليوها خاويه من موراهم. كل جنرال دار معاه 10 15 20 اللي طلع لهم في الكراد في الحين سارجون شاف كابيتان كذا كونولير جنرال، لان كيخدم الخليه اللي غادي تحمي ولادو ما بعد الوفاه ديالو او ما بعد الاقتلاع ديالو او ما بعد السجن ديالو. اذن راه يوسعوا المؤسسه العسكريه باش يحميوا المصالح ديالهم. اما مصالح الشعب الجزائري ما كايناش في الحساب. ما كايناش هاد السنه هذه. لا الجنرالات خسروا 400 مليون دولار. 400 مليون دولار كتوزع على أزيد من 40,000 موقع إلكتروني ومقسمين لهم. انتم ما راحوا غير كبسوا باش تطيحوا الكمال ولا تطيحوا ياسر ولا تطيحوا لعبد الله ولا تطيحوا شكري والجماعه كاع ومنير. شفتوه غادي يوعي الشعب الجزائري. اللي يوعي الشعب عطوه لي بوتون سينيال. اسمح لي سي العكاوي نعطوا له كلمه المنير السوري هذا وبعد نرجع لك. شنو بعد نشوفوا سي عبد الله. نعطي الكلمه المنير هذا السوري، هذا راه سوري ويعرف هو اللي ما كاينش. لا الصوت ديالك كان يمشي ويرجع صوتك. انا قلت لك خلينا نعطوا له الكلمه المنير وبعدين نرجعوا لك. اوكي شكرا سي العكاوي شكرا. روح منير. السلام عليكم. تحياتنا لكم جميعا. شكرا استاذ تمير على هي الجمعه الطيبه. كل الشكر للاخوه المغاربه الموجودين والغايبين، لاني اعطوني لي شخصيا الوعي
الكافي في خلال 5 أيام. كان بشار الأسد يقول بأنه دولة المغرب هم دولة سحرة ساحرين، وبالفعل سحرونا في علمهم وثقافتهم، وأعطونا كثير من العلم حول موضوع المغرب العربي كامل، ليس فقط حول دولة المغرب والصحراء الغربية والشرقية المغربية، شرقية وغربية، صحراء مغربية. الحمد لله رب العالمين أنه أعطانا العمر لحتى نكون عندنا الصورة كاملة. أولا نبدأ بأشقائنا الجزائريين. نعم، أول شيء نبارك لهم بانسحاب فرنسا من بلادهم دون أن تعطيهم وثيقة الاستقلال، ويحسبون نفسهم بأنهم دولة، لكن للأسف مغشوشين في أنظمتهم الدكتاتورية البائدة بإذن الله. وأول من عادوا جيرانهم، كانوا أعداء لجيرانهم، من ثم كانوا أعداء لدول الخليج، من ثم كانوا أعداء لأهالي بلاد الشام، لأهالي سوريا الذين علموهم القراءة والكتابة، من ثم الآن نراهم متشيعين، نراهم الآن ما شاء الله أحفاد إيران وأحفاد أبو لؤلؤ المجوسي يدافعون عن إيران، وكأن إيران هي من تعطيهم الأكسجين ليعيشوا. هؤلاء لم أجد لهم وصفا صراحة، لكن حول حكومة تبون وحكومة بوتفليقة البائدة دعموا بشار الأسد في قتل الشعب السوري. أنا عن نفسي كسوري أتحدث، أنا آسف بعتذر. دعموا بشار الأسد منذ عام 2012 في حربه على الشعب السوري وقتل الشعب السوري مساندة لإيران. حتى يومنا هذا كانت طائرات تابون مجهزة مدججة في الأسلحة ذهبت إلى سوريا بحجة الزلزال، كانت الطائرات مجهزة حتى قبل الزلزال، ونزلت في مطار حلب ومطار دمشق. دخلت الطائرات إلى المطارات وخرجوا من المطارات الضباط، وخرجوا طاقم الطيران، وخرج الشعب السوري كاملا هناك، خرجوا خاوين الأيدي، ليس في يدهم أي شيء، لأن الأسلحة تم تفريغها داخل المطار. وبعد تفريغ الأسلحة من الطائرات الجزائرية التي أتت من حكومة تبون إلى بشار الأسد القاتل المجرم، مباشرة قامت ميليشيات إيرانية تسمى فاطميون بقتل 275 شخص في ريف تدمر السوري، في قرية مرير التدمرية. قاموا بقتل 275 شخص مسلمون من أهل سوريا، فقط لأن حسوا بأن شوكتهم ما زالت قوية، وما زال موجود من يدعمهم من الدول البائدة بإذن الله. لذلك أستاذي الكريم، هؤلاء للأسف يعني إذا وصفناهم بالكراغلة قد يكون شرف لهم هذا الاسم قد يكون شرف لهم. أقلها يعرفون بأن أبوهم تركي، لكن هم مجهولين نسب، لحد اللحظة هم مجهولين نسب. دولة قاتلة، نظام قاتل، نظام بائد يعمل على إقامة دولة إرهابية بجانب دولة المغرب بدعم إيران، ويدعون بالعروبة ويدعون بالإسلام. إذا كان ادعاءاتهم بالعروبة فهم وقعوا وثيقة بأن جيشهم لا يقاتل خارج بلادهم لكي لا يناصروا أهل اليمن. فكيف سينصرون العروبة وهم موقعين وثيقة خطية بأنهم لا يقاتلوا خارج بلادهم؟ وإن كان يدعون الإسلام فهم يعملون لصالح أبو لؤلؤ المجوسي وإيران. لكنهم ناصروا فرنسا في التدخل العسكري في مالي، أنت تعرف هذا؟ نعم، فرنسا قالها كبيرهم الذي علمهم السحر، قالها فرنسا هي أمنا يعني. وقالها أيضا كبيرهم الذي علمهم السحر، قال للصهاينة، قال أنتم ما تأمرون نحن نفعل، يعني هم تحت أمرتهم. نبارك للدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل علاقات دبلوماسية، علاقات سياسية، لا تعمل في الأوامر، إنما ولاية الجزائر الفرنسية تعمل تحت الأوامر، تحت الطلب، تعمل تحت الطلب. حتى كبار سياسيهم استقبلوا هذا الولد الذي يعيش في فرنسا
الصهيوني الذي يعيش في فرنسا استقبلوه كبار المسؤولين في بلدهم. لذلك هؤلاء مفلسين، حتى أستاذ سمير هم مفلسين لدرجة أنهم لا يستطيعون النقاش ولا يستطيعون الحوار، مفلسين سياسيا، مفلسين أخلاقيا، لا يستطيعون سوى التبليغ على الحسابات والسب والشتم في أعراض الناس. تحياتنا لكم، حياكم الله. معكم على السمع. شكرا منير. هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع للأسف الشديد. وي سمير، غير ديك التدخل ذاك باش دخلت فرنسا، باش دخلت الجزائر المالي، راه ما دخلتش من القانون من الاتفاقية اللي وقعت بها مع فرنسا على أنها لا تستخدم الجيش الجزائري خارج الحدود الجزائرية. بعد التعديل اللي وقع على الدستور بالاتفاق مع فرنسا، يوقع تعديل باش يخرج ذاك الجيش، وما يديروا يوميا تعديلات، يوميا كاين تعديلات. لا يوميا. شوف، هما التعديلات عندهم بحال الكوت مينوت. هذاك هي كيما يحب. عندهم كوت مينوت. الى شنقريحه، الى عبد المجيد، الرئيس عبد المجيد حاشاكم، دار هذا التعديل وشنقريحه عجبوش، هذا داروا في 12 و5 يتبدل، وما تعرف باش من القانون راك تخدم به. كل ما يهم المؤسسه العسكر. جزء بسيط نسيته أستاذ، جزء بسيط نسيته. نسيت أن أبارك لشنقريحة بزواج ابنه من الرجل الفرنسي، ونبارك له بالحصول على الجنسية الفرنسية بعد أن تزوج ابنه الفرنسي. نعم نسيت. نعم. شكرا. لا هو شوف، هو فقط المسألة خرجت لي علن، أما هذا ماشي الزواج ديالو الأول، راه تزوج مع فرنسي آخر وطلق. عندهم أولاد لكاوي عنده أولاد من الزواج الأول، عنده أبناء من الزواج الأول. شنقريحة وليدو اللي تزوج بالراجل، بالراجل هذا. ايوا شوف هما هاد النوع ديال الشواذ الا تبنى طفل لقيط كيديروا ولدو، لان الان عندهم الحق يتبناو. عندهم الان عندهم حق يتبناو، يطلعوا ثاني شاد جديد ولي العهد. نعم ابن حفيظ دراجي ربما، ولا شكون عارف راه هما كثار. دابا شتي كاع ديك المجموعه نتاع علي بابا والأربعين حرامي، علي بابا الى 40 فولور، ولادهم وبناتهم ما عايشينش ذاك العالم ديال الجزائريين، نتاع دوك الجزائريين البسطاء ما عايشينش ذاك العالم، عايشين في عالم مخملي كبير وواسع. انت تعرف نادي صنوبر؟ لاكاوي تعرف نادي صنوبر؟ عارف. واش جاب نادي صنوبر للجزائر؟ راه عالم واحد اخر هذاك. راه شوف، حتى المعيشه داخل نادي الصنوبر ما قنعتهمش. الان ولات الطائرات خاصه اللي كتهزهم لنيويورك وميامي وفي الجزر، وهذا عايشين تما على حساب العقليه نتاع عبده الشيطان. انا على بالك سمعت عليهم انايا. ولادهم يروح صباح لباريس يشتري المارلبورو ويرجع في الليل. شوف، هما حتى تبادل النساء وتبادل الأخوات وتبادل الأصدقاء ما بين الشواذ. سلف لي مثلا بحال ولد شنقريحة يجيب راجلو يسلفوا لواحد آخر وهذاك يعطيه راجل، هذاك ما عندهم عادي. كاين أندية داخلين في جميع الأندية ديال الحركة الماسونية كلهم ولكن ككلاب يعني ماشي. لا الله يخليك، نخليو الكلب في الوقر ديالو. الكلب امين. صح الكلب امين. اسمح لي غير النخاله يعقل على الخير. اسمح لي سي لاكاوي. صح. شوف، هادو الحشرات المضره
اللي يخدموا بهم دي ميكروب بحال كورونا، بحال هادو كيقول له الجراثيم والجراثيم. الفيروس هذا بحال الامراض المعديه. خربوا الجزائر ويعملون على تخريب الامه العربيه، يعملون على تخريب الامه الاسلاميه، يتحالفون مع الشيطان، يتحالفون مع الصهيونيه من تحت الطاوله لضرب جميع المصالح والقضايا العربيه. ولم يسبق، وراه معنا سوري، لم يسبق في التاريخ الحربي العربي الإسرائيلي أن ساهمت الجزائر سواء بالجنود، سواء بالسلاح، سواء بالمال. بيت مال المسلمين وبيت مال القدس على يد المغرب، والمغرب ساهم في الحرب السورية الإسرائيلية سنة 73، وكان نزل الجيش ديالو مع الجنرال الصفراوي في القنيطرة، وساهم في الحرب في سيناء. وعندنا الناس إلى درجة أني نقول لك سنة لما تأسست إسرائيل في 1948 وبدأت الحرب، وكان جمال كذا سميتو جمال عبد الناصر دار الانقلاب على فاروق، وكان هناك عبد الكريم الخطابي. مشاو فلسطينيين ومصريين عند ماو تسي تونغ، طلبوا منه، هذو المصريين والسوريين طلبوا من ماو تسي تونغ: جئنا إليك لتعلمنا حرب العصابات. قال لهم: ارجعوا إلى مصر، فهناك ذلك المغربي اللي سميته عبد الكريم الخطابي منه تعلمنا حرب العصابات. الأمير عبد القادر الجزائري اللي هو في الأصل تزاد في تفرسيت ميضر إقليم الناظور، راه زاد هنا في إقليم الناظور، وهو من الأدارسة، عين أميرا في وهران، وحينما توفي رجع في بلاصتو هذه مسمي عبد القادر الجزائري. جاء إلى قرية أو دوار أو قبيلة بني عامر وبني حماد، وطلب منهم، لأن أبناء العمومة ديالو، وطلب منهم يعاونوه بالشباب لمحاربة فرنسا. لذلك تجد في الجزائر عامري ومرقوم، وتلقى في الجزائر كذلك حمادي، وتلقى حمروش. هاد الناس هادو مشاو من هاد القبائل من المغرب يحاربوا ليه، وفي الأخير استسلم الأمير عبد القادر وذهب إلى سوريا. وهناك كتاب كتبه واحد من الأبناء ديالو سنة 1902 يحكي فيها التفاصيل. كتسمعني سي العكاوي؟ نعم. الأمير عبد القادر الحقيقي أصله من تفرسيت، من ناظور. نعم. الميضة. توفي فخلفه أمير عبد القادر الجزائري الذي سمى نفسه الأمير. لا شوف، الامير الاب ديال الامير عبد القادر الجزائري، لان كاين كتاب كتبوا ولد الامير عبد القادر، كتبوا في سوريا. ما راهش معايا العنوان ديالو، لو كان راه عندي نعطيه لك تقلب عليه ربما تلقاه. ولكن الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نجيب لك السميه ديال الكتاب. انا راني كنقلب عليه مازال ما لقيتوش، ولكن صاحبي واحد الدكتور قسامي في فرنسا، حتى هو مهتم بهذه الامور كامله، وبل انه دار استجوابات مع من الكولون اللي كانوا في المغرب وكانوا في الجزائر، واعطاو له معلومات كثير على هذه المسائل. فهو النوع ديال الخبره عنده ثم زوينه بزاف. الاب ديال عبد القادر الجزائري تزاد في تفرسيت في الناظور، والمكبر عين من طرف الأدارسة أميرا على وهران. لما توفى خلى هذا الولد عبد القادر الجزائري، ومن بعد استسلم، وكان الاتفاق انهم غادي يرحلوه، واختار سوريا وتوفى هناك. وفرنسا خلات المنضى لولادو والبناتو هذا وهذا، ومن حقهم الان لو كانوا في سوريا يمشوا لفرنسا يديروا الجنسيه. فالامير عبد القادر الجزائري خذل السلطان المغربي نهار اللي عطاه السلاح،
لان كان دار اتفاق مع فرنسا غادي يتنازل وما غاديش يحارب. فمشى الجيش المغربي تما وبقاو تما ذاك الجيش المتطوع، الجيش الشعبي اللي داهم مشاو معاه من قبيله بني عامر وقبيله بني حماد، وشي شباب مشاو معاه بواحد القبيله سميتهم في سوق الحد فريسلان، ديك ولاد عبو. لذلك انه هذو ولاد عبو لما دخلوا على فيكي وحاربوا لداخل، فيهم اللي مات، فيهم اللي رجع لبلاده هنا، وفيهم اللي بقى في فيكي، وتكونت هناك اسر اخرى تحمل الاسم العائلي عبو. اذن هذا الاختلاط اللي كاين وعبر التاريخ لم تكن الجزائر دولة بالمفهوم ديالها، كانت قبائل وكل قبيلة عندها زعيم اسم. إلى أن جاء المغاربة عن طريق المسلمين فيهم الموحدين والمرابطين والأدارسة، شدوا واحد الطرف كبير من ثم حتى لبجاية، ومن موراه غادي مور المغاربة غادي يجيو العثمانيين. جا جيش الانكسارية خلى بقى غير يولد مع الجزائريات وخلاه الغلمان كانوا ثاني الغلمان لاكاوي، انت قلتها المره اللي فاتت. شوف الغلمان واللقطاء هادو موجودين كانوا في المؤسسه ديال الجيش الانكساريه. نعم. ولا كيقول له البنات اللي كيزيدوا بنات يكبروا يفسدوا فيهم العثمانيين ويكونوا خادمات عند الجيش ديال الانكساريه. لهذا شوف سلاكاوي دقيقه برك، لهذا سلاكاوي كيقول لك اليوم انا الجزائري زعما يحب يفتخر، كيحب يفتخر يقول لي انا عربي واكره القبائل. انا نقول ما عندك حتى حاجه من عند العربي، ما راكش عربي. انا نسميهم ابناء الانكساريين لانه شوف ثلث قرون راهم يعني ما بقاش العرب، ما بقاتش، ولات كله انكساريه. انا هكذا نفهم، يعني راهي 3 جينيراسيون كراغله عبيد ديال العثمانيين. يعني ما يقدرش يسمي روحه عربي، يعني مستحيل. شي العكاوي مستحيل يكون عربي. حاجه اخرى لا ما يمكنش. شوف ما يمكنش حتى لا بقات شي زريعه تمثل اقليه الاقليات. اكزاكتلي صافي، بحال داك البونتو تاع الكارو. هذيك هي هما يفتخروا ديال مر زعما يحب يفتخر. شوف حتى الرؤساء الجزائريين الهواري بومدين اصله من دار الكبداني من المغرب. بن بلا الاب ديالو من ايت ملول ومو من الرحامه. الهواري بومدين العكاوي راك تحكي على الهواري بومدين الحقيقي ولا المزيف؟ لا شوف، الحقيقي قتلاته فرنسا. الهواري بومدين الحقيقي قتلاته فرنسا في تلمسان، وجابت هاد الهواري بومدين اللي بعثاته هي زعما للقاهره يقرا ورجعاته، هو اللي غادي يندس سياسيا وعسكريا في الناس ديال مجموعه وجده. ومن بعد فاش تجي المفاوضات غادي يدخل ديك 40 واحد نتاع الكبرانات. هاد الهواري اصله من كبدانه، باه جا من كبدانه. بن بلا الاصل ديالو باه من ايت ملول ومو من رحامنا بسيدي رحال، وهو راه قالها بفمو. وهو تزاد في القبيله ديال ايبليون في عين صفا، وباه ما سجلوش هنا، سجلوا في مغنيه انه تزاد في مغنيه. ونهار اللي كبر شويه راه كان يجي على البيسكليت من مغنيه حتى الوجده يلعب الكره مع المولوديه الوجديه. وتصور كاينين. اوكي سي العكاوي دقيقه نعطي كلمه للسي عبد الله ومن بعد نرجعوا لك. تراك عندك معلومات. سيروا خيا غير اسمح لي السي عبد الله، اسمح لي السي عبد الله نكمل غير هذا التسلسل. بوتفليقه ماشي غير زاد في وجده، ماشي فقط انه زاد في وجده، جدو البالي
كبر في قبيلة بني عمير في تافوغان إقليم بركان، وتحالف مع الزرهوني الروقي بوحمرة ضد السلطان عبد العزيز، والوقت اللي خسروا الحرب هرب للجزائر. هذا حتى هو مغربي. هذا سميتو اللي قتلوه بوضياف. إلا كنا نعتبروا عين الصفراء والقنادسة هي مغربية، فهذا بوضياف أصله من القنادسة. يعني المغربي الوحيد اللي هو المغربي الوحيد اللي كان يصلح يعني بوضياف. الباقي كلهم كانوا من الحراميين تاع الربعين. يا بلاتي الرئيس اليمين شوف اليمين زروال ليس له عمق مغربي ولا أصل مغربي، بل أنه شاوي المغاربة والجزائريين. إلا شفت هنا شوف الراس ديال المغاربة والجزائريين اللي هو في الأصل المغاربة والجزائريين عندهم هنا في الراس قلقولة. هنا اليمين زروال عنده القلقولة ديالهم مسطحة بحال المقلة، وروح شوف عند الأتراك غادي تلقى هذه مسطحة، يعني حتى هو كرغولي. صح فهم؟ شوف النساء الجزائريات لا يلدن الرؤساء ولا الملوك. جاب لي ربي ماشي سلكاوي، جاب لي ربي ماشي سي عبد الله، راه حاب يمشي وقيله يقول لنا راه عيان، ومن بعد كمل على روحك. نعم بصح انا غير استسمح باش يمشي راك معلمه وتاريخ. غير انا تفضل الله سي كورا استفدنا منك، وانت راك انسيكلوبيدي، والاخ السوري الله يحفظك راك في بلادك. غير انا بغيت نقول لكم اخوتي ان شاء الله حتى مره اخرى انا خصني الصباح ندير الوليدات يقراوا هذا. نخليكم على خير، وعاش المغرب ولا عاش من خان المغرب، وتحيا القبائل والمغاربه الاحرار والقبائل الاحرار، ونحن والقبائل اخوه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. سي عبد الله المره الجايه ارجع المره الجايه ان شاء الله. شكرا استاذ عبد الله، لي الشرف بسماعك وبحديثك. ما شاء الله، الله يحفظك ويطول بعمرك يا رب. الله يطول عمرك والله يكثر من تالك وانت تمارك بكره. الله يحفظكم. صباح على خير. اوكي، شكرا خويا سمير. كنشكرك اولا على هذه المساحه اللي تحتي لنا، وكنشكرك على ان يعني هذا البث كان في المستوى الحمد لله، ورحبنا فيه بخونا عبد الله الضحيه ديال النظام العسكري الجزائري، يعني اللي كان معتقل واللي طالوا التعذيب، وطلع الاخ كولايور طالوا التعذيب طلع ياسر ديال النظام العسكري الجزائري، ونجا بقدرة القادر بقدرة الله عز وجل، نجا من الموت محقق. بينما يعني عدة يعني أسرى آخرين مغاربة للأسف ماتوا بالتعذيب وبالحرق حتى الموت. رحمة الله عليهم، كنترحموا عليهم ونحسبهم شهداء عند الله طبيعة الحال، أحياء يرزقون. وكذلك يعني كنبغي نشير الى قضيه ديال القبائل مره اخرى، ونأكد عليها انها قضيه عادله، وان الشعب القبائلي يستحق كل الدعم في تقرير حقه او حق مصيره في حصوله على الاستقلال، وان يتحرر من هذا النظام العسكري الجزائري ومن ظلمه ايضا. لكم كل مقومات الدوله، لكم 12 مليون نسمه، لديكم رئيس حكومه في المستوى ما شاء الله، لديكم ثقافة خاصة بكم، لديكم تراث خاص بكم، لديكم هوية خاصة بكم، أنتم الأصل في الجزائر، لديكم نشيد وطني، لديكم جواز سفر، ولديكم ملف مطلبي في الأمم المتحدة طبيعة الحال مقبول و يعني يناقش. إن شاء الله سينتهي هذا الملف بالاستقلال التام إن شاء الله كدولة مستقلة ترجعوا للأصل في الجزائر. أيضا لا أنسى أشقائنا الجزائريين الأحرار، وأكن لهم كل الاحترام والتقدير. وطبيعة الحال يعني أنا واحد من الناس اللي كيدعموهم أيضا
من أجل الحصول على الاستقلال من هذا النظام العسكري، لأنهم أيضا يستحقون من يدافع عنهم ومن يدعمهم للاستقلال عن هذا النظام الديكتاتوري، وحق تقرير مصيرهم أيضا لإدارة شؤونهم بأنفسهم من أجل الاستفادة من ثروات البلاد التي نهبها هذا النظام العسكري الجزائري وأهداها لفرنسا طيلة يعني 60 أو 61 سنة. إذن كذلك نحن كمغاربة عدونا وعدوكم وعدو الشعب الجزائري هو عدو واحد، والذي أصبح عدو كل الدول العربية وعدو المنطقة وسرطان المنطقة. أقول على أننا كلنا معنيين بمحاربة هذا النظام، كلنا معنيين بفضح هذا النظام العسكري الجزائري وصده ومحاربته إلى الزوال إن شاء الله. أنا أقول على أن الدول العربية اليوم أصبحت معنية ومطالبة بالضغط على هذا النظام العسكري الجزائري ومعاقبته ومحاربته إلى أن يزول إن شاء الله. إذا كنشكرك أخي سمير مرة أخرى، وكنشكر السي ياسير تبارك الله صاحب الأفكار النيرة والمبادرات الطيبة، واللي دائما يعني تشفق راسنا خويا ياسير، وكتشرفنا حفظك الله، وكنتشرفوا نتواجدوا معك أيضا. أخي هاني أو أخي منير الطويل من سوريا، تحياتي لك، ومن خلالك أمرر تحية حب واحترام متقدر للشعب السوري الشقيق، وكان الله في عونكم أيضا. ونحن معكم وندعمكم أيضا ضد بشار المجرم، هذا النظام صديق النظام الديكتاتوري الجزائري، إن شاء الله منصورين بإذن الله إلى جانب الشعب القبائلي وإلى جانب الشعب الجزائري، وأيضا نحن إن شاء الله منصورين وننتصر لوحدتنا الترابية. ما ضاع حق وراءه طالب، الحق يعلى ولا يعلى عليه إن شاء الله، وستنتصر كلمة الحق. تحية حب واحترام متقدر لكم جميعا، تحية حب وفاء واحترام متقدر لكل المغاربة الأحرار في كل العالم، وعاش المغرب، عاشوا المغاربة الأحرار، عاشت الصحراء المغربية في مغربها والمغرب في صحرائه، عاش الملك ولا عاش من خانه، عاش الملك والموت للخونة، عاش الملك والموت للأعداء، عاش الملك، عياش ونفتخر. شعارنا الخالد الأرض ومن عليها، الله الوطن الملك. وتحياتي لكم. والسي العكاوي شكرا الموسوعه ديالنا والاستاذ ديالنا الكبير، تحياتي لك، تحيه حب واحترام وتقدير السي العكاوي. شكرا اللي جيت لهنايا، والمره القادمه مرحبا. راك تعرف يعني كي تجي لعندي وكانك مشيت عند ياسر. انا معك تتحصل الجزائر على الاستقلال. عفوا الجزائر، شوف سبحان الله، حتى الجزائر تحصل على الاستقلال الحقيقي ان شاء الله، ولكن انا معك حتى تحصل القبائل على الاستقلال ان شاء الله. نحن معكم. نعم. شكرا سي شكري اللي كنت معنا، والمره الجايه مرحبا بك في كل وقت. دوكا نرجعوا نعطوا كلمه نعطي المنير انا باش من بعد نحبس، لانني انا ما رانيش ياسر، اللي ما يرقد ما يخلي لي يرقد. نعم انا غادي نعتذر منكم وغادي نخليكم دابا، حفظكم الله، بارك الله فيكم. نعم شكرا شكري. لا بغيت الله يخليكم الاخوان ما حد راكم مجموعين. انا نقترح الاخوان مغاربه وسوريين مجموعه نتاع الاخوان اللي عندهم نشاط على مستوى المواقع، يجب ان نعمل كل واحد بموقعه، ونأسوا اللجنه العالميه لمسانده استقلال القبائل. واجب. شوف حنايا انا واش نشوف، كل واحد يساند الاخر، كلنا عندنا قضايا كاع، قضايانا مشتركه. هذه هي، نساندوا لبعضنا البعض ونطيحوا على الكبره. لا وما راكش تبان بصح انت كمال، انت ما راكش تبان من القبائل، ما راكش تبان كمال، ما راش يبان لي انايا معلق. راك معلق كمال، راك معلق. تكرغلت يا كمال. كمل سي العكاوي، اسمح لنا دوك نشوفوا واش نديروا معاه. انت بالنسبه ليا انت من القبائل، لكن احنا المغاربه. اوكي كمل سي العكاوي كمل. احنا المغاربه خصنا نأسوا اللجنه العالميه ولا المنظمه العالميه ولا الجمعيه العالميه
لمساندة شعب القبائل للاستقلال. أنا من جهتي مستعد نفتح الفرع ديالها في مدينة بركان، كما استقبلنا الثوار الجزائريين خلال ثورة الاستقلال، كذلك نستقبل الإخوان ديال القبائل ونديروا فرع للمساندة ديالهم. ايه وباش الجميع هذه يعني مبادرة كبيرة بزاف، وباش يفهموا الناس، باش يفهم الجميع الثوار اللي كانوا يجوا للمغرب باش يدوا المساعدات ماشي هذوك هما اللي خانوا المغرب اليوم، لا مش المجاهدين اللي خانوا المغرب خانتهم يعني تاع علي بابا والأربعون، هذو هما اللي خانوا المغرب. اما المجاهدين كاين حتى ليومنا هذا. من حين نتكلموا لا غير نتفاهموا، لما كنتكلموا على الخيانة الجزائرية، الشعب الجزائري لا علاقة له بهذه الخيانة. نعم، لأنه فيه كرغوليين يقول لك وعلى رأسهم الكبرنات، وعلى رأسهم بن بلة والهواري بومدين. نعم هذه هي، باش ما يجوش يقول لك حتى آيت أحمد في التصريحات ديالو لما كان على قيد الحياة كان يشيد بالدعم الذي كان يتوصل به الشعب الجزائري من المغرب، بل أن الناس ديال تلمسان وديال بلعباس واللي كانوا في عين تموشنت والحمام بوحجر، هذو اللي كانوا قراب، كانت تدخل لهم المعونة مادية ومعنوية بأمر من السلطان محمد الخامس. كانوا كما يستافدوا المغاربة يستافدوا حتى هما. نعم أنا نعرف هذا كلام، هذا كلام قالوا آيت أحمد وقالوا بن بلة، لكن الكبرنات نقول لك حنا معاك ان شاء الله، انت استاذ ديالنا، حنا معاك ان شاء الله. تبارك الله عليكم وتصبحون على خير. سي كمال امير، تحياتي لك خويا العزيز، تحيات حب واحترام وتقدير، وارفع لك القبعه ايضا، والسلام عليكم. شكرا تصبح على خير. شكرا. دوك انا كما قلت باش انا ما نطولش بزاف. انا نتمنى سي العكاوي لو كان تجيب لنا يعني الكلمه الاخيره، ومن بعد نزيدوا نروحوا الاخرين نشوفوا شي يقولوا. هو خير الكلام ما قل ودل. نعم، هو الصراع المغربي، ولا نقول الصراع الجزائري الذي احتضنته الجزائر وقادته الجزائر ضد المغرب، لا تقبل أن يكون للجزائر دويلات داخل الجزائر، ولكنها تعمل على إضعاف تونس وتحاول إضعاف المغرب، وتريد أن تتحكم في موريتانيا، وتريد أن تكون قائدة في منظمة الأوبيك، ويكون لها كلمة قوية على المستوى الإفريقي، وبالتالي تبحث عن القيادة الإفريقية خدمة للاستعمار الفرنسي من أجل الاستفادة من الخيارات الإفريقية. نعم، هذا هو الهدف الرئيسي. نعم. لكن وليبيا ضعفوها ديجا. ماشي غير ضعفوها، بل أنهم سلحوها للاقتتال مع بعضهم البعض. نعم. وحتى في الزلزال الأخير اللي ضرب سوريا وتركيا، ذاك الرجال المساعدة اللي مشاو من الجزائر، السوريين صوروهم هما ناعسين، ما قدموا أي مساعدة. بالعكس المغرب لما كيمشي لسوريا ولا يمشي للأردن ولا يمشي للبنان ولا داخل فلسطين يفتح مستشفيات متنقلة. نعم. ويدي معاه مساعدات عينية وبنى لهم المطار في غادي نهبط ونولي نطلع. نعم. اوكي. في يساعد الطلبة الفلسطينيين لمتابعة دراستهم سواء في أوروبا أو سواء في الجامعات المغربية والكليات. ساعد على بناء مستشفيات وبناء مطار في غزة.
أي شيء قدمته الجزائر، أي شيء قدمته الجزائر سواء للشعب الفلسطيني، سواء للشعب السوري، سواء للشعب العراقي. جميع الحروب اللي فاتت في الشرق الأوسط لم تقم فيه الجزائر بأي مساعدة. وحتى في الحرب العراقية الدولية بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، الجزائر لم تشارك بأي شيء كان. حتى الجزائر سمحت للأسطول الأمريكي خلال العهد ديال ريغان للمرور في المياه الدولية الجزائرية لضرب القذافي. يعني الجزائر قدمت خدمات للولايات المتحدة، أما خدماتها المجانية التي تقدمها لفرنسا لحد الآن، فرنسا ترى فيها أنها ستجعل من الجزائر رأس الحربة للتحكم في الدول الإفريقية من أجل حماية المصالح الفرنسية، سواء من حيث المعادن أو المداخل المالية الإضافية، الذهب، الحديد، الفوسفات، أي حاجة، باش الجزائر هاد ال40 حرامي واللي دايرين بهم يعيشوا مع فرنسا، لأن حياتهم مرتبطة بالنظام الفرنسي، ولا يؤمنون أن هناك دولة اسمها الجزائر، بل أنهم مجرد ولاة وعمال ومقاطعات وولاية كبيرة لفرنسا تحرس المصالح الفرنسية. لذلك وهذا الزعامة في إفريقيا. وهذا ما يجب أن يفهمه المبردع وبوصباع. هذو 40 حرامي ما راهمش يحبوه، ما يحبوهش، يحبوا الفرنسيين. هذه هي. شكرا سيلاكاوي، شكرا. انا دوك باش نعطي المنير الكلمه ومن بعد كمال، واللي راهم هنايا سمحوا لي دوك انا باش نمشي، لانه باش نكمل راني تعبان. اللي راه حاب يطلع ما نزيدش، ما نقدرش نعاود نطلعكم. يعني المره الجايه يكون فيها لايف اخر، رايحين يكونوا لايفات يعني مش واحد ولا اثنين. اللي ما طلعش اليوم يطلع المره الجايه، وراكم مرحبا بكم كلكم. ولكن اليوم لازم عليا باش كي نكملوا مع اللي راهم شويه تاع الراحه. نعم باش نمشي، لانه لازم لنا ثاني شويه راحه. وياسر راهم يقولوا لي ياسر مشى، مانيش نشوف فيه ما كاشو. المهم دوك نعطي كلمه المنير ومن بعد الكمال ومن بعد تحياتنا لكم جميعا، جميع الموجودين الغايبين، استاذ الرأي المغربي، استاذ كمال، العم الله يحفظك، استاذ عبد الله، استاذ سمير طبعا اللي مستضيف. اول شيء على حكومة الجزائر واتباع حكومة الجزائر ان يشكروا الشعب المغربي حتى ينقطع نفسهم، لان الصدق بان عندما يقال بأن كلمة الحق سباقة. الأستاذ شكري مشكور، الأستاذ شكري قال سوف نمضي ونبقى ماضين على هذا الطريق حتى تتحرر الجزائر. انظروا انظروا على الطيبة في قلب الشعب المغربي، إنهم يعملون لتحرير بلادكم لكي تحصلون على وثيقة الاستقلال لبلادكم. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية يا جماعة، والله تحياتنا، وعاش الملك فعلا قاهر إيران الذي طرد السفارة الإيرانية، كل الشكر له. ونحن كسوريين، أنا بالنسبة لي باسمي وباسم الناس اللي بمثلهم، ما بقدر أقول غير اعذرونا، ونحن نعتذر من الشعب المغربي، لأننا طيلة هذه السنوات لم نكن مناصرين لكم، لم نكن جانبكم، لأن لو كنا جانبكم من البداية ما وصل فينا الحال في سوريا إلى ما نحن عليه. للأسف منذ أسبوع عرفنا مع من الله حشركم. كان الله في عونكم، وقضايانا مشتركة، وسوف نبقى لحتى الجميع يحصل على حريته ويحصل على حقوقه. سوريا للسوريين، الصحراء غربية والشرقية للمغرب، وفلسطين للفلسطينيين، واليمن لليمنيين، والخذي والعار لإيران وأتباعها، وأولهم الكراغلة، هؤلاء الذين
انسلوا بيننا باسم العروبة وباسم الإسلام، وهم لا يملكون لا من العروبة ولا من الإسلام شيئا. تحياتنا